بيسيرو مدير الفنية لنادي الزمالك وإقالة جروس اللي هو ما كملش شهرين. بنشوف إن جروس كان مدرب كويس الفترة الأولانية وحقق الكونفدرالية مع الزمالك، ولكن شفنا خلال الشهرين اللي جه فيهم نادي الزمالك من سيء لأسوأ. طبعا مش لوحده، يعني في طبعا أسباب إدارية، ولكن بنشوف ان هو كان ليه سبب كبير جدا برضه في اداء الزمالك الفتره الاخيره، رغم مكسب الزمالك لاكثر من مباراه ولكن باداء باهت. اخرهم مباراه فاركو ومباراه الاسماعيلي، اداء اكتر من سيء. شفنا الزمالك بصوره للاسف، يعني الفرق حتى اللي هي كانت بتخسر ونتائجها وحشه جدا كانت عامله مباريات كويسه على الزمالك، منهم فاركو والاسماعيلي. حتى هم من بعد الزمالك بتشوفهم بيخسروا. مودرن سبورت اللي كسبت الزمالك، وتقريبا الفريق الوحيد اللي كسبته هو نادي الزمالك. اداء سيء جدا لجروس، وزي ما قلت هو مش لوحده ولكن هو ليه دور كبير جدا. كنا بنشوف الملعب مفيش شكل معين لنادي الزمالك، مفيش خطه واضحه، مفيش شكل هجومي، مفيش شكل دفاعي. بنشوف الزمالك في اسوأ حالاته للاسف. بنشوف تغيير مراكز لاعبين زي ما بنلاعب محمد حمدي هاف ليفت وهو مش مكانه اصلا، اول مره يلعبه تقريبا. اداء تغييراته حتى تغييراته سيئه جدا. بنشوف ان هو بيخرج فيرود بينزل فيرود، بيخرج هاف بينزل هاف، شكل روتيني جدا. مفيش جمله حتى في الكور الثابته على الاقل. كنا بنشوف ساعات ايام جوميز، حتى لو الزمالك كان اداؤه وحش في بعض الماتشات كنا بنشوف على الاقل في جمل معينه بتتعمل في الضربات الثابته او في اثناء المباراه، ولكن مع جروس ما شفناش اي حاجه للاسف من الكلام ده خالص. طيب بغض النظر عن جروس ورحيله اللي هو اصلا كان خطا من البدايه ان احنا جبنا جروس، طبعا واحد قاعد في البيت بقاله فتره كبيره وسنه كبر ولاعيبه كتير اشتكت منه وي 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 وانا طبعا بنتقد موضوع ان شيكابالا هو السبب ان هو يمشي. اللي احنا عرفناه طبعا ان اكتر من لاعب اشتكى من التمرين، اشتكى ان مفيش جديد في التمرين، حتى في المباراه اثناء المباراه رتم المباراه ما بيتغيرش سواء الزمالك متعادل او خسران او كسبان. فبنشوف ان لعيبه كتير اشتكت، مش شيكابالا بس. واحنا عارفين برضو ان اي مدير فني هيجي برضو مش هيلاعب شيكابالا اساسي، وممكن ينزله كاحتياطي وممكن ما ينزلوش. فشيكابالا مش هو السبب الرئيسي في رحيل جروس، ولكن اداء الفرقه هو اللي كان السبب الرئيسي. بغض النظر عن جروس طبعا احنا في مدرب مسك نادي الزمالك دلوقتي اسمه بيسيرو. مش عايزين نقول ان بيسيرو مدرب كويس او نقول ان هو مدرب وحش، عايزين نقول ان بيسيرو له تاريخ. درب اكتر من فريق كبير زي سبورتنج لشبونه وبورتو، واكتر من منتخب كبير برضو، اخرهم منتخب نيجيريا، ووصل بيهم نهائي افريقيا الاخيره وخسر اعتقد يعني 2-1 بالعافيه بعد ما كان متقدم 1-0. واحنا عارفين ان البطوله كانت على ملعب كوت ديفوار ووسط جماهيره. فنعتبره ان هو كان اداء جيد جدا من بيسيرو في افريقيا. وطبعا هو مع الاهلي يعني ما لحقش وقعد فتره صغيره، ولكن كان كله بيشكر فيه سواء اللاعبين او جهاز فني او اداره اثناء وجوده في نادي الاهلي. ما كانش عامل مشاكل، كان عامل اداء كويس ومشي طبعا علشان هو جاله عرض افضل، يعني جاله نادي بورتو. طبعا في فرق كبير بين بورتو والاهلي، عرض اكيد ما يترفضش. بشوف طبعا ان بيسيرو هو الافضل دلوقتي لنادي الزمالك، طبعا لخبرته اولا في افريقيا، وان هو درب اكتر من منتخب ودرب النادي الاهلي في افريقيا، وطبعا لخبرته في الدوري المصري ان هو برده مسك الاهلي هنا وعارف الدوري المصري كويس، مش اول مره يجي. واعتقد ان ده كان المفروض من الاول بيسيرو هو اللي كان يجي قبل جروس، ولكن ده طبعا استمرار لفشل مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو راح جاب جروس وهو قاعد في البيت بقاله سنين، وراجل كبر في السن وراجل ما بقاش قادر يأدي زي الاول، ولكن هو كان عايز يعمل اي صفقه ترضي الجمهور فراح جاب جروس. طبعا جروس مش عايزين نقول ان هو مدرب وحش، ولكن جروس خلاص يعني هو بالنسبه لسنه وبالنسبه لادائه في الملعب خلاص هو انتهى. عايزين نساند بيسيرو اكتر، مش عايزين نقول ان بيسيرو هو المدير الفني قوي جدا وهو اللي نتوقع نجاحه بنسبه كبيره، لا خالص. احنا يعني بنقول نسانده في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. راجل جايب ستاف كامل بتاعه، راجل مدير فني عنده خبرات، راجل درب في افريقيا،
اعتقد يقدر يفيد الزمالك الفتره الجايه، ولكن طبعا اهم حاجه هي مسانده مجلس الاداره. طبعا تاني بنشكر احمد حسام ميدو اللي هو كان سبب رئيسي في صفقات نادي الزمالك، سواء صلاح مصدق المغربي المدافع المغربي، او احمد الجفالي الموهبه التونسيه الصغير في السن اللي لعب في جلاطة سراي. وطبعا محمود جهاد واحمد حسام، بنشوف ان هي كانت صفقات جيده جدا لنادي الزمالك في ظل الظروف طبعا. وكان في لاعب برضه ايضا لاعب سيري الايفواري، ولكن طبعا نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الزمالك كان رافض للصفقه عشان ان هو كان عايز مش لاقي يكمل، مش هيشيله من القايمه. طبعا دور جمهور نادي الزمالك دلوقتي هو المسانده فقط. ما فيش بايدك حاجه غير كده، ان انت تساند مجلس الاداره، ان انت تساند الجهاز الفني، تساند اللعيبه. ما قدامكش غير كده، خلاص السكواد اتقفل على كده خلاص. الى حد ما صفقات كويسه جابها ميدو، بنشوف ان احمد الجفالي صفقه كويسه، صلاح مصدق مدافع كويس، محمود جهاد اثبت نفسه الماتشين اللي لعبهم كان اداء اكتر من رائع. احمد حسام الى حد ما يعني لسه ما اثبتش نفسه قوي، ولكن هو مبشر. وهي صفقات على قد البطولات اللي انت بتلعب فيها دلوقتي، تقدر تنافس بيهم في البطولات اللي انت بتلعب فيها دلوقتي، مالكش حجه. ما تقولش احنا فريق ضعيف، كواليتي اللعيبه مش اقوى حاجه، ولكن انت بتلعب دوري وكاس وكونفدراليه. اعتقد بكل سهوله بالسكواد اللي موجود دلوقتي تقدر على الاقل تحصل على بطولتين منهم. الاهم من نادي الزمالك دلوقتي ان هو يا ياخد الدوري طبعا، يا اما مركز تاني بالكتير، لان اهم حاجه دلوقتي الموسم الجديد تلعب تشامبيونز ليج، دي اهم حاجه نادي الزمالك دلوقتي. نادي الزمالك نادي كبير، طموحه اكبر من كده بكتير، لازم يلعب بطوله افريقيا، ومش بس يلعبها، هو الزمالك لازم يكون بينافس عليها وياخد البطوله. ومكان الزمالك هو ده مكان الزمالك، ان هو كمان يلعب كاس العالم للانديه. نادي الزمالك نادي كبير ويستحق، وجمهوره يستحق اكتر من كده بكتير. فنتمنى المسانده، بتمنى استمرار ميدو في مكانه. ميدو بالذات، ميدو راجل بيحب الزمالك بجد، بيشتغل بجد، قدر يتفاوض مع اللعيبه اللي الزمالك جابها، وقدر يتفاوض مع مدير فني وجيد في الوقت ده. نتمنى المسانده ليه. اتمنى الزمالك الفتره الجايه جمهوره يلم الدنيا ويلم الفريق، واتمنى من مجلس اداره الفريق طبعا هو اللي يقدر يجدد للصفقات المهمه زي زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر وغيرهم. واتمنى التوفيق لنادي الزمالك.